السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم النهاردة إن شاء الله كنافة بالمكسرات بطريقة كده سهلة، وإن شاء الله الطريقة تعجبكم. أول حاجة هعمل الشربات. حطيت كوبايتين سكر في الحلة، وبنفس الكوباية هعاير منها كوباية ونص مية، واعصر نص ليمونة، واحط كيس فانيليا، واقلبها ادوب السكر شوية يعني، وبعد كده احطها على النار، اغطيها بقى واسيبها لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق بالظبط هقفل عليها. ودي نص كيلو كنافة انا جايباها وعاملاها بالمقص، مقصاها بالمقص، وممكن تحطيها في الفريزر لغاية لما تجمد وتفركيها تبقى ناعمة يعني. وجبت الصينية دهنتها سمنة، وهحط بقى نص الكنافة، هوزعها كويس في الصينية. بالطريقة دي كده. ودي سمنة انا مسيحاها برضه عشان نوزع عليها. لو لاحظتوا انا ما فرقتش الكنافة بالسمنة في الاول، لا، انا حطيتها ناشفة كده عادي، وبعدين بقى اروح موزعة عليها السمنة، بتبقى حلوة برضه، بتبقى اسهل. بهرسة البطاطس دي بقى حطيت لها كيس نايلون واضغط بيها بقى الكنافة. اي حاجة يعني لو في صينية اقل من دي حطيها واضغطي بيها، بس انا مش عندي صينية ففكرت بالطريقة دي يعني. دي بقى سوداني مجروش وجوز هند وزبيب، احشي بيهم الكنافة. لو عندك بقى انت اي حاجة تاني بتحبيها حطيها. وزعت اهو الحشوة، واحط بقى النص التاني من الكنافة برضه اوزعها على الصينية. وزعتها اهو، اسوي بقى على قد ما اقدر كده، واحط بقى السمنة، بقية السمنة وزعها برضه على النص التاني. احطها بقى في الفرن متوسط الحرارة على الشبكة اللي في النص لغاية لما تاخد لون من تحت. بعد كده افتح بقى عليها الشواية، تاخد لون من فوق. عملتها برضو بالبتاع، ضغطتها برضو شوية، وبعد كده بقى ايه احطها في الفرن. هنا كانت طلعت من الفرن، اول ما تطلع احط لها الشربات على طول. الشربات طبعا انا عملته الاول فبرد، والكنافة اول ما تطلع من الفرن وهي سخنة نعملها على طول بالشربات. هي حتى لو لاحظتوا انها شربت الشربات اول ما حطيته. ويا رب الطريقة تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.